بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه بعد. بعدما أعلن ترامب قراره أو نيته لترحيل الفلسطينيين من غزة إلى مصر وإلى الأردن، رأينا عزيمة الشعب الفلسطيني ورأينا ردود الفعل الإيجابية، وإن شعبا قد عانى طوال 15 شهرا من التهجير ومن هدم بيوته ومساجده ومدارسه، وصبر ورابط والتف حول مقاومته ولم يترك أرضه. لا يتصور أبدا أن يترك أرضه بعد أن وقفت الحرب. وإن شعبا رأيناه يسير من غزة إلى شمال القطاع بأفواج كبيرة وأمواج هادرة من البشر، كأنهم قد أفاضوا من عرفات، كما سمعنا تكبيراتهم وشعاراتهم. لا يمكن لشعب مثل هذا أن يترك وطنه. فعلى ترامب ألا يضيع وقته وألا يتكلم كلاما لا نفاد له، وأن يترك هذه الفكرة تماما، إلا إذا كان ينوي بذلك تنفيذ أمور أخرى ويمهد لها بهذه التصريحات. ترك الشعب الفلسطيني لأرضه حرام شرعا، فيه خيانة لله ورسوله والمؤمنين، وكل من يسهم في ذلك أو يساعد فيه